واحد من أسوأ القرارات اللي اتخذت مؤخرا في الكرة المصرية أو في الرياضة المصرية بصفة عامة هو رجوع جيزوالدو فيريرا للإدارة الفنية لنادي الزمالك. ليه؟ أنت رجعته بسبب إن أنت مش عارف تدفع له الشرط الجزائي، وهو عارف المعلومة دي كويس جدا، عشان كده ما عندوش أي اهتمام لإدارة المباريات مؤخرا. بعد ما مشيت أسامة نبيه كمدرب عام في نادي الزمالك، ورجعته تاني بعد ما مشيت جيسوالدو فريرا لمباراة واحدة فقط، وهي مباراة فيوتشر، المباراة الوحيدة اللي الزمالك كسبها في آخر ست سبع مباريات. رجعت تاني أسامة نبيه المدرب عام. كل ده مأثر بالسلب على اللعيبة وعلى أدائها في الملعب، لأن المدرب في الأول وفي الآخر هو شخصية. طيب رقم اتنين، سعادتك بتطلع تتكلم في الإعلام كرئيس نادي الزمالك عن لعيبة الزمالك بطريقة سلبية، ده برضه هيأثر على اللعيبة بطريقة سلبية جدا في الملعب. رقم ثلاثة وده الأهم، إن الإدارة الفنية لمجلس الإدارة محتاجة يا تتعالج يا تمشي يا تتغير. أنت بتدير من 2005، طب الحل إيه لو أنت مش هتمشي؟ الحل إن أنت تجيب جهاز فني كامل من أول وجديد، عنده خطة لثلاث أربع سنين قدام، تصعد ناشئين، لان انت مش هتعرف تقيد حد لحد الصيف، فتصعد ناشئين زي ما فيريرا كان مصعد ناشئين قبل كده، سيد نيمار وسيف جعفر وابن اسامه نبيه وما الى ذلك. صعد ناشئين، قاوم لاخر الموسم، انت كده كده الموسم بيروح منك، حاول تعمل او تنقذ ما يمكن انقاذه لاخر الموسم، وتبني خطه للسنين اللي جايه، وتغير الجهاز الفني بالكامل. لو ما عرفتش تغير الاداره، لان المشكله في الاداره والمشاحنات الكتير قوي اللي ملهاش علاقه بالكوره، لا من جوه ولا من بره ولا من قريب ولا من بعيد، ومأثره على اللعيبه. اللعيبه دي عايزه كوره وعايزه ملعب فقط، مش عايزه اي حاجه تانية، مش عايزه ان احنا نأثر عليهم لا سواء بجن او بعفاريت او ما الى ذلك. مش هخش في تفاصيل كتير. هو ده الحل اللي انا شايفه عشان نادي الزمالك يرجع زي الاول. بس.